يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، وأنا محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. موضوعنا النهاردة ممكن يكون هو الفرق بين إنك تفضل مكانك أو توصل لأبعد نقطة بتحلم بيها. هنتكلم عن فن الاستماع الجيد، إزاي تكون مستمع ممتاز وتفهم الناس بجد. تخيل معايا كده، كم مرة كنت بتكلم مع حد وحسيت إنه مش معاك؟ إنه بيفكر في حاجة تانية أو مستني بس دوره عشان يتكلم أو بيبص في موبايله. إحساس صعب ومخيب للأمل، صح؟ للأسف كتير مننا بيقع في فخ الاستماع السلبي ده. إحنا بنسمع الكلام لكن مش بنصغي بقلوبنا وعقولنا. إحنا بنسمع الكلام لكن مش بنسمع بقلوبنا وعقولنا. لكن الخبر الحلو إن الاستماع الجيد ده مش موهبة، دي مهارة ممكن تتعلمها وتتمرن عليها. وفي الفيديو ده هنكشف عن 5 أسرار هتخليك مستمع ممتاز. إزاي تخلي اللي قدامك يحس إن كلامه مهم، وإزاي تبني جسور من التفاهم والثقة مع أي حد بتتكلم معاه. يلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم الاستماع الحقيقي. إيه هو فن الاستماع الجيد ده بالظبط؟ الفرق بين السمع والإصغاء. كتير مننا بيخلط بين السمع hearing والإصغاء listening. هو عملية فيزيائية، الودان بتستقبل الموجات الصوتية وبتحولها لإشارات عصبية. ده بيحصل بشكل تلقائي من غير وعي منك. الاستماع الجيد هو عملية عقلية وواعية، هو إنك تركز انتباهك الكامل على اللي بيقوله الشخص اللي قدامك، تفهم كلامه، تحلل معناه وتستجيب له بشكل مناسب، وتفهم المشاعر والقصص اللي مش بتتقال بشكل مباشر. ده اللي بيخليك تفهم الناس بجد. ليه الاستماع الجيد مهم قوي في حياتنا؟ بناء الثقة والعلاقات القوية، حل المشكلات بشكل فعال، التعلم والتطور، تجنب الأخطاء. 5 أسرار هتخليك مستمع ممتاز، خطوات عملية. إزاي نحول نفسنا من مجرد مستمعين عاديين لمستمعين ممتازين. 5 أسرار هتخليك مستمع ممتاز، خطوات عملية. إزاي نحول نفسنا من مجرد مستمعين عاديين لمستمعين ممتازين. ركز بكل حواسك، الوجود الكامل، التواصل البصري، بص في عين الشخص اللي بيتكلم، ده بيوصل له رسالة قوية إنك مهتم بكلامه. لغة الجسد، أومئ براسك، ابتسم أو أخفض حواجبك لما يكون الكلام محتاج تعاطف. لغة جسدك بتقول أكتر من كلامك. اهتمامك الكامل هو أعظم هدية ممكن تقدمها لحد. ما تقطعش الكلام، الصبر هو مفتاحك. كتير مننا بيكون عنده فكرة عايز يقولها أو حجة يدافع عنها فيقوم مقاطع. لكن المقاطعة بتدمر ثقة المتكلم فيك وبتخلي الحوار يتحول لسباق كلام. الحل، خد نفس عميق وركز على إنك تفهم الجملة كلها قبل ما تفكر في ردك. أسأل أسئلة، الفضول الإيجابي. الأسئلة مش بس بتوري إنك مستمع جيد، لكن كمان بتساعدك تفهم أكتر. اطرح أسئلة مفتوحة تشجع الشخص على الكلام أكتر. لخص الكلام، التأكيد والتحقق. بعد ما يخلص الشخص كلامه، لخص اللي قاله في جملة أو 2 وكررها ليه. ده بيوريله إنك كنت مركز معاه، وفي نفس الوقت بتأكد إنك فهمت صح. ده بيوريله إنك كنت مركز معاه، وفي نفس الوقت بتأكد إنك فهمت صح. ده بيخلي الشخص يصحح لك لو فهمت غلط، وكمان بيحسس إنه مسموع. التعاطف، حط نفسك مكانه. حاول تتخيل إيه المشاعر اللي الشخص ده بيمر بيها. مش لازم توافقوا على رأيه، لكن لازم تقدر مشاعره. التعاطف مش معناه إنك تحلله المشكلة، معناه إنك تظهر له إنك حاسس بيه. في النهاية، الاستماع الجيد هو قرار واعي إنك تحترم الشخص اللي قدامك وتهتم بوقته وتفهم كلامه. هو بداية أي تواصل ناجح وأساس أي علاقة قوية. ابدأ النهاردة بتطبيق خطوة واحدة من ال5 استراتيجيات اللي اتكلمنا عنها. مش لازم تعمل كل حاجة مرة واحدة. لو عندكم أي نصايح تانية للاستماع الجيد شاركونا في التعليقات تحت. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم فيديوهات تانية مفيدة. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي.